السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أنا ناشط بزاف، علاش؟ لأن الرئيس الروسي بلسانه كيوضح كيفاش أن المغرب ممكن أنه يقضي على الدفاعات الجوية ديال الجزائر وصواريخها في أقل وقت وبأقل تكلفة. غتقولوا لي كيفاش أنا رئيس بوتين اللي هو مول هاد الأسلحة واللي باغي يبيعها في السوق وهو اللي بيعها للجزائر غادي يعطي للمغرب ويكشف له على هذا السر من اسرار هذه الاسلحه الروسيه. غادي نقول لكم بانه ما قاصدش، ولكن شاء الله انه يقول هذا الشيء وحنا نفهموه مباشره. فالجيش المغربي ما محتاجش الكلام ديال بوتين لانه عارفه وايضا موجد له، وغادي نشوفوا المسائل كيفاش. القصه وما فيها هو ان بوتين، يعني غنبداو القصه من البدايه، خليكم معايا دقه دقه وغنفهموا. ولكن قبل منها اولا كنقول كل واحد كيدعمنا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه وكيخلي لنا واحد التعليق ديال بغينا التقار من قوم هبل، راه كنقول له شكرا بزاف، وراه كتدعم المحتوى وكتدعم ايضا يوصل الصوت ديالنا. اذا نرجعوا لعند بوتين في الحرب الاوكرانيه سمع بان، او كاينه تقارير كتقول بان امريكا غادي تصيفط الباتريوت او منظومه الدفاع الباتريوت لاوكرانيا. كنعرفوا ان منظومه الباتريوت ما كايناش عند جميع الدول، وامريكا كتعطيها للحلفاء الخاصين ديالها. كاينه في بعض الدول مثل السعوديه، الامارات، المغرب، ومؤخرا عاد تعطات لهم. ولكن امريكا ما نساوش ان عندها الباتريوت وخدامه بها من يعني من الحرب ديال العراق. قال بانها غيصيفطها لاوكرانيا باش تكون ضد الصواريخ وضد المقاتلات وايضا ضد هذوك الطائرات المسيره ديال روسيا. فبوتين نشوفوا الرد ديالو منين يسمع هذا الخبر. بالوعيد والسخريه بوتين يرد على تقديم باتريوت لاوكرانيا. فبوتين رجع بالسخريه والوعيد، قال بانه ممكن هذا الباتريوت يقضي عليها باقل تكلفه وفي اقل في اقل وقت. شنو الدليل ديالو في ذلك؟ وهو نفس الكلام اللي غادي نسقطوه على الاس 300 والاس 350 واسكندر وجميع الاسلحه الروسيه الخرده اللي كاينه في الجزائر. اذا قال لهم السبب هو كالتالي: ان الباتريوت اليوم اصبحت متجاوزه التكنولوجيا ديالها، وبان روسيا اصبحت تعرف جيدا هذا الباتريوت كيف تشتغل. ثانيا ان الطائرات المسيره وخصوصا الايرانيه هي التكلفة ديالها ضعيفة، وممكن أنها تكلف هاد الباتريوت واحد الخسائر كبيرة. فالتكلفة ديال صاروخ واحد هي تكلفة غالية الثمن بالمقارنة مع طائرة مسيرة. نمشي ونشوفوا بعض الأسعار ونعرفوا بأن كل طائرة مسيرة غتصيفطها روسيا شحال غتخسر قدامها من مليون دولار أمريكا وأوكرانيا في هذيك الصواريخ ديال الباتريوت. ثم شحال عندها ديال المخزون. غنشوفوا هاد الاسعار. عندنا مسيرة شاهد 136 وهي معروفة طائرة مسيرة إيرانية، التكلفة ديالها ما بين 20 إلى 50 ألف دولار، 20 إلى 50 ألف دولار للوحدة. بينما صاروخ كاليبر السعر ديالو مليون دولار، وصاروخ توماهوك السعر ديالو 2 دولار. إلا قارنا أن طائرة ب20 إلى 50 ألف دولار وجا مقابل ديالها صاروخ اللي هو مليون دولار أو 2 دولار بحال توماهوك، فالخسائر فادحة بالنسبة لأوكرانيا ولأمريكا حتى ولو أسقطت هذه الطائرة. فأيضا إلا شفنا شحال يعني عندهم في المخزون ديال هذه الصواريخ، فأكيد التكلفة غتكون باهظة جدا بالمقارنة مع الطائرات المسيرة اللي كيف ما شفنا السعر ديالها أقل بكثير من هذه الصواريخ. ثم أن هذه الطائرة ممكن تصيب أيضا هذه الدفاعات الجوية. كيفاش؟ لأن كيف ما شفنا مثلا في القبة الحديدية مع حماس فكانوا كيصيفطوا صواريخ اللي بدون رؤوس متفجرة، وبالتالي يكون الثمن ديالهم أقل، ثم كيخليو هذيك يعني بواحد العدد كبير في نفس الوقت. فما يمكنش القبة الحديدية ولا الدفاعات الجوية في نفس الوقت تضرب جميع الصواريخ. فمثلا إذا كان عندها 26 صاروخ اللي كتطلق في المرة الواحدة قبل إعادة التعبئة ديالها، فممكن أن العدو أو كيف ما كان ديك الساعة حماس كتصيفط مثلا 60 صاروخ
في دقة واحدة. فالدفاعات ممكن تصيب 26 صاروخ، وتفادى انها تقيس شي وحدين مثلا واحد 20 صاروخ اللي كانوا غادي يهبطوا في اماكن ما ماشي هما، يعني ما غاديش يشكلوا ضرر، فغادي تبقى واحد 4 الى 6 ديال الصواريخ مثلا، كنقول اي مثلا، اللي غادي تمشي تصيب الاهداف ديالها. وممكن من بين هاد الصواريخ اللي غيصيب هادوك الدفاعات الجويه، فبالتالي ممكن ان الطائرات الايرانيه تضرب هاد الباتريوت وتفجرها. غتقولوا لي اذا هنايا راه بوتين ما كيشرحش كيفاش اننا نضربوا الاسلحه ديالو، انما هذه ضربه موجعه للمغرب لانه يستعمل اسلحه دفاعات جويه واسلحه امريكيه، فبالتالي الباتريوت ممكن يحصل لها كيف ما يحصل للباتريوت ديال اوكرانيا. غير بشويه وغنشرحوا المسائل كامله. خلينا اولا نشرحوا كيفاش هذه الخطه تنطبق على الاس 300، ثم من بعد ذلك غنقول لكم كيفاش ان المغرب لا يمكن ان يحصل له مثل هذا الباتريوت ديال اوكرانيا. نمشيو دقه دقه. اولا ان المغرب سينهج نفس الخطه مع الدفاعات الجويه الجزائريه، الاس 300 الاس 350 وايضا اسكندر، صواريخ اسكندر اللي ماشي هي دفاعات ولكن هجوميه. علاش ما ذكرتش الاس 400؟ لان الى حدود الساعه لم يتبين ابدا ان الجزائر عندها الاس 400، والتقطت لها بعض الصور في مرسى بن مهيدي في شمال الجزائر، صور فقط وهي واصله. من بعد ذلك كانت مجموعه من المناورات الجزائريه اللي استعملت فيها جميع الاسلحه ولم تستخدم الاس 400. العرض العسكري لم يكن فيه الكبير الضخم اللي بقاو كيقولوا فيه كحل يا المروكي، وفي الاخير شفنا هما اللي كحلوها، ما كانش فيهم الاس 400. غتقولوا لي ربما سلاح سري وخازنينه على المغرب، وماذا بعد ذلك؟ نفترض عندهم بطاريه وحده ديال الاس 400. نفس القضيه اللي قلنا انه المغرب عنده اليوم طائرات مسيره اسراب من الطائرات المسيره، فالاسعار ديالها اقل من هذوك الصواريخ. ثانيا هاد الاس 300 هي خردة عفاء، والاس 350 اصبحت التكنولوجيا ديالها متجاوزه ومعروفه بشكل كبير لان تم التعامل معها في اكثر من مره. ثالثا ان المغرب اكثر من ذلك ولا عنده واحد طائرات انتحاريه كتكون التكلفه اقل والقوه التدميريه ديالها اكبر. رابعا ان المغرب ماشي غير غيشريهم، راه غيبدا كيصنعهم في المغرب، وبالتالي التكلفه تكون اقل والعدد يكون اكبر. فاكيد كما كيقولوا خوتنا المصريين خلاص سدت مادام، واضحه الامور. عندنا طائرات مسيره بتكلفه اقل، بالتالي يمكن تدمير هذا الاس 300 او نفاذ مخزونها، والتكاليف باهظه الثمن بالنسبه للجزائر. هذه حيدنا. نجيو نجاوبوا علاش هادشي ما غيكون يوقعش الباتريوت المغرب مثلا. نقول لكم علاش. لان الباتريوت اللي عطات امريكا ولا اللي عطات اوكرانيا هي قديمه كيف ما قلنا، من الاجيال القديمه اللي منها استعملت في حرب العراق، ومنها التي تستعمل في السعوديه لرد الهجمات ديال الحوثيين وغيرها. فبالتالي هادو كتعرفهم روسيا، تم التعامل معهم من قبل، لكن هناك 9 ديال الاجيال ديال الباتريوت. وامريكا لم تعطي ولن تعطي لاوكرانيا اي سلاح جديد متطور، فبالتالي خلات ايضا الاسلحه المتطوره اللي بقى روسيا ما كتعرفهاش واللي تم الترقيه ديالها الى تكنولوجيا اقوى حاليا، هي الاقوى حاليا، ومنها الباتريوت اللي شرت المغرب. هذه واحد. جوج، لان الجزائر لا تتوفر على اسراب طائرات اللي ممكن تحقق بها هذه الخطة، خصوصا وأن روسيا اليوم هي في عجز تام من ناحية الطائرات المسيرة. ماشي غير ما قادراش أنها ما بقاوش عندها، ولكن ما قادراش تصنعها. علاش؟ لأن كاينه عقوبات على بعض قطع الغيار المهمة جدا، منها الرقائق الإلكترونية اللي كنا هضرنا عليها، وبالتالي أصبح من الصعب أنها تصنع من جديد. أتقول لي الإيرانية، يمكن أن إيران تعطي أسلحة أو طائرات مسيرة للجزائر، ولكن حتى تسالي بعدا مع روسيا. ثم أن إيران هي في حد ذاتها عندها طائرات اللي اليوم أصبحت مستهلكة ومتجاوزة بحكم أنها تستعمل اليوم في أوكرانيا،
بداو كيوجدوا لها الحلفاء مجموعه من يعني طرق ديال الردع. ثالثا ان المغرب راه هو داير مصنع ديال الرقائق الالكترونيه اللي غتنفعوا ايضا في هذه الصناعه ديال الطائرات المسيره. فهنا بلا ما يقصد بوتين عطى للمغرب الخطه او كشف عن الخطه اللي ممكن تنهي نهائيا هذا الاس 300 اس 350 وحتى اسكندر. هذا بغض النظر على انها راها قديمه وبانها ربما ما غاديش تصيب حتى الاهداف ديالها، لان اسكندر او صاروخ اسكندر اثبت الفشل ديالو في اكثر من مرحله، وخصوصا في الحرب ديال ناغورنو كاراباخ اللي كانت ما بين اذربيجان وارمينيا، واللي شفنا انه كاين بعض الصواريخ اللي كتمشي تقريبا باكثر من 5 الى 6 الكيلومترات وهي خطأ الهدف ديالها، هامش الخطأ كبير جدا، وكاين اللي تفجرات حتى قبل ما توصل، وكاين اللي ما خرجتش من البطاريه ديالها لعيوب في الصيانه وما الى ذلك. اذا بهذا نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه، واللي كيقولوا انهم غادي يدخلوا للمغرب في 8 ساعات بالوقايه المدنيه وما لاقينش ليومنا هذا، وكنذكروهم بان قالوا ان في شهر 11 غادي يكون عندهم 4 طائرات مسيره، راه حنا في شهر 12 وداخلين على شهر واحد، ماشي مسيره عفوا، طائرات ديال اطفاء الحريق روسيه الصنع، باقي ما شفنا منهم حتى شي حاجه ولا حتى شي وحده. هذا زيدوا على الكذب ديالهم ديال هذاك المختبر ديال صناعه اللقاح ديال كورونا راه قرات وسهل عليها الله ودخلات لواحد المتحور جديد، وهما راه باقي ما صنعوش حتى القديم، وما قالوا اصلا ماشي تصنع غير اعاده التعبئه، يعني كيجيب واحد الكميات كبيره وكيعمروها في قراعي صغار ويعاودوا يبيعوها. فبهذا نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. ما تقدكم مع المغرب لا 8 سوايع ولا 8 شهور ولا 8 سنين، لانه فاتكم بسنوات. ما تنساوش تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اشتراك في القناه، صفحه الفيسبوك مغربي وافتخر وباغيين التقار. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.